روس، وكانت لا تستطيع التنفس بصورة طبيعية، وتعتمد على أجهزة للتنفس لا صطنعي. وطوال مدة مرضها لم تعلم الفنانة المصرية مطلقا بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، الذي توفي في 20 أيار الماضي متأثرا بإصابته بكورونا أيضا، إلا أن شقيقه أكد أنه توفي متأثرا بإصابته بالفطر الأسود. وكانت عبد العزيز دائمة السؤال عن سمير غانم، لكن كان المحيطون بها يحاولون إخفاء ذلك عنها خوفا على حالتها الصحية، حتى إنها كانت تقول دائما: أكثر ما يؤلمني ليس المرض ولكن الألم الذي يشعر به سمير من المرض نفسه. ولد الدلال عبد العزيز في 17 كانون الثاني 1960 بمحافظة الشرقية، وحصلت على بكالوريوس الزراعة في جامعة الزقايق، لكنها كانت تعشق الفن، إذ دخلت المجال الفني